يلا بينا يا شبابنا. ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات تانية اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام دايما يا رب ان شاء الله، ودايما كده مجتهدين ومحسسين ان انتوا ايه، مهتمين بالفيديوهات اول باول. وعشان كده احنا هنبتدي مع بعض شرح الدرس الثالث في الوحدة الاولى، ونبقى خلصنا الوحدة الاولى كاملة. الدرس الثالث هو عبارة عن جزئين، جزء بيتكلم عن الاحتراق وجزء بيتكلم عن الأكسدة والاختزال. أيوة، الأكسدة والاختزال هما حاجتين عكس بعض، فهم موضوع على بعض. والاحتراق هي عملية هندرسها نص الدرس ده أو 3/4 الدرس ده. الأكسدة والاختزال هو موضوع بسيط كده ومش عليك فيه تفاصيل عنيفة على فكرة، لأن الأكسدة والاختزال حاجة كبيرة، انت عليك فيها حاجة بسيطة. خلاص كده، وهعرفك ايه هي الحاجة اللي ممكن تبقى رخمة شوية بس مش عليك، ومش هقول لك كمان تفاصيلها ومش هغوص معاك فيها بزيادة، ولكن هعرفك اللي عليك في المنهج، وحتة كمان في الأكسدة والاختزال دي من عندي أنا. بس طالما وصلك الفيديو زي ما انتم متعودين، ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويلا بينا نخش ونبتدي في الدرس الجميل بتاعنا. عشان نبتدي احنا اتفقنا ان الدرس ده متقسم على مرحلتين، مرحلة اسمها الاحتراق ومرحلة تانية اسمها الأكسدة والاختزال. مرحلة الاحتراق في عوامل يجب توافرها في التفاعل عشان يحصل ما يسمى بتفاعل الاحتراق. والاحتراق هو تفاعل طارد للحرارة. منطقي يا مستر، أنا لو جبت شوية خشب وولعت فيهم هتلاقي إن كمية الحرارة اللي طالعة نتيجة التفاعل ده هتبقى أكتر من كمية الحرارة اللي أنا بدأت بيها التفاعل. مش فاهم؟ يعني مثلا أنا في عملية الاحتراق هدي الخشب مثلا طاقة 100 جول، هيطلع لي 500 جول. ده معناه ان التفاعل ده طارد للحرارة، بينتج حرارة اكتر ما بيمتص حرارة، بيطلق حرارة اكتر ما بيستهلك وبيمتص حرارة. فكمية الحرارة المنطلقة اكتر من كمية الحرارة المستهلكة. وانت بقى لو معايا في الجروب بتاع التليجرام اللي انا هسيبهولك تحت في الكومنت، ابقى ابعت لي الرسمة بتاعة تفاعل الاحتراق، قول لي بقى انت هتزود كمية الطاقة الممتصة ولا كمية الطاقة المنطلقة، واعمل لي كده الرسمة وقول لي. فهنتكلم عن مثلث اسمه مثلث الحرارة او مثلث الاحتراق، والعوامل اللي موجودة في المثلث ده لازم توافرها عشان تفاعل الاحتراق يحصل. هما 3 عوامل، لو في 2 موجودين وواحد مش موجود الاحتراق لن يحدث. مثلا فهو بيقول لك ان انا عندي مثلث الاحتراق او مثلث الحرارة، يجب ان هما ال3 يبقوا موجودين عشان يحصل اشتعال او يحصل احتراق. جميل، ايه هما الحاجات دي؟ اسمع كده المثلث ده اقوله لك في جملة واحدة علمية مظبوطة. المثلث ده اسمه مثلث النار، عبارة عن ايه؟ لازم يبقى فيه وقود اولع فيه في وجود الاكسجين. تاني عشان نفهم. لازم يبقى فيه وقود، الوقود ده انا هولع فيه في وجود الاكسجين، ده اسمه مثلث الاحتراق. ما ينفعش يبقى فيه وقود بس ما ولعش فيه، يبقى ما فيش حرارة. لو في وقود وفي حرارة بس ما فيش اكسجين، ما فيش الاكسجين ده هو اللي بيساعد على الاحتراق، فما فيش برضو احتراق في غياب الاكسجين. طيب هناخد بقى كل عامل من العوامل دي وهندرسه لوحده. بعد كده هنعمل حاجة تانية اسمها مثلث الإطفاء. يعني الكلام ده يعني بدل الحرارة هيبقى تبريد عشان أطفي، بدل وجود الوقود أنا هعمل إزالة للوقود، بدل وجود الأكسجين أنا هعمل عزل للأكسجين. ده كده بقى اسمه مثلث الإطفاء. بس تعال نخش الأول في دراسة مثلث الوقود. أولا الوقود ركز معايا كده، الوقود هي المادة اللي أنا بولع فيها في وجود الأكسجين فبتنتج الحرارة كناتج من نواتج التفاعل. خلصت. طب الحرارة لما بتبقى في النواتج بتبقى طاردة للحرارة. تقول يا مستر استنى واحدة ثانية واحدة، الوقود ده في الأول يا مستر امتص حرارة. حبيبي أيوة، وأطلق حرارة،
بس كمية الحرارة اللي هو أطلقها أكتر من كمية الحرارة اللي هو استهلكها. هتقولي ما أنا ولعت فيه في الأول، يعني في حرارة. أقول لك أيوه، بس الحرارة اللي ناتجة أكتر من الحرارة الممتصة. إذا الحرارة المنطلقة أكتر، يبقى ده طارد للحرارة. وصلت أنا عايز أقول لك إيه؟ هو امتص حرارة؟ طبعا مفيش تفاعل هيبدأ إلا إذا امتص حرارة في الأول أصلا، ولكن أنا الرك على كمية الحرارة المنطلقة. لو هي أكتر فعلا يبقى التفاعل ده طارد، وعشان كده التفاعل ده طارد لأن كمية الحرارة المنطلقة بتبقى أكتر. يبقى إيه هو الوقود؟ مصر الوقود دي هي المادة اللي بتشتعل عشان تديني طاقة حرارية، بس لازم في وجود الأكسجين، وبتديني طاقة حرارية، عشان كده التفاعل ده بيبقى تفاعل طارد للحرارة. شكرا. شكرا. أنا كده قلت لك التعريف ده، تعريف خد بالك. مواد بتشتعل فبتنتج طاقة حرارية، عشان كده بنسميه تفاعل طارد للحرارة. طب ايه في وجود الأكسجين دي؟ أنا اللي أنا كاتبها دي كاتبها لسببين. أول سبب عشان أشرح لك مثلث الحرارة. تاني سبب عشان أقول لك تعريف الوقود في نفس الحاجة البسيطة دي. أنت لو خدت بالك إن دي برضو موجود فيها مثلث الحرارة. في وقود، اشتعال ده يعني حرارة، أكسجين يعني أكسجين، خلصت. يبقى أنا كده شرحت لك مثلث الحرارة. رحت مكمل وقلت لك إن الوقود ده هي المادة. التعريف بقى، بص اقرا كده معايا التعريف. المادة اللي بتشتعل وبتستخدم في إنتاج طاقة حرارية نتيجة حدوث تفاعل طارد للحرارة. أنا زودت دي بس، وصح إن أنا زودتها عشان أزود الحتة بتاعة مثلث النار، وهتلاقي نفس المعادلة دي بالظبط موجودة فين؟ موجودة في صفحة أو اتنين بعد كده يعني. طيب، كمان صفحة أو اتنين. تعدد صور الوقود. الوقود ليه صور كتير. في وقود حفري، في وقود حيوي، وفي ورا وقود اسمه الوقود الصناعي. الوقود الحفري بسرعة كده، ودي مش محتاجة حفظ، هو كل ما يستخرج من الأرض فحم، بترول، غاز طبيعي. البترول هو النفط، مش هو البنزين. البنزين ده إحدى مشتقات وتكرير البترول. المهم يعني فحم، بترول أو نفط أو وغاز طبيعي، ودي موارد غير متجددة. يعني إيه غير متجددة؟ يعني ممكن تخلص مع مرور الوقت. جميل. طيب، الوقود الحيوي. وقود حيوي يعني بنجيبه من كائن حي، بنجيبه من نبات الذرة علشان هو نبات غني بالنشا. طب بنطلع منه ايه بقى؟ بنطلع منه حاجة اسمها الكحول الإيثيلي أو الإيثانول. يبقى الوقود الحيوي ليه اسمه حيوي؟ عشان بيجي من كائن حي يستخلص من الذرة، هي غنية بالنشا. مين؟ الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، الاتنين واحد. كلمة أول دي في الآخر، أول ديت معناها إن هو كحول يعني. خلاص، كحول الإيثيلي أو الإيثانول بيستخدم في إيه؟ إن أنا أمسك الكحول الإيثيلي وأخلطه بمادة اسمها الجازولين. الجازولين بيستخدم كوقود للسيارات. جميل الكلام ده؟ حلو أوي. بعد كده عندنا الوقود الصناعي، كلمتين. هو غاز الهيدروجين، وهتكتشف ان غاز الهيدروجين الواحد جرام منه بيديني اكتر طاقة، وعشان كده هو وقود المستقبل. بيستخدم في ايه بقى؟ بيستخدم ان هو يدور حاجات كبيرة زي السيارات والشاحنات، بس لازم تبقى جواها خلايا الوقود اللي هي الخلايا الوقود الهيدروجينية من الاسم. خلايا الوقود الهيدروجينية بتحتاج غاز الهيدروجين، وهو وقود الايه؟ وقود المستقبل. كلام جميل. وطبعا هو وقود المستقبل يعني علشان ايه؟ يعني صديق للبيئة. فاهم حاجة؟ طيب، تعال نشوف الغاز الطبيعي. احنا عرفنا ان الغاز الطبيعي هو من الوقود اللي هو ايه، النوع الاولاني اللي هو الوقود الحفري، كان فحم ونفط وغاز طبيعي. ناخد بقى الغاز الطبيعي وهنقارنه بالبوتاجاز. ليه؟ عشان هما متشابهين جدا في التركيب. ما يعني الغاز الطبيعي ازيد من البوتاجاز حاجة واحدة. الغاز الطبيعي عبارة عن غاز اسمه الميثان، والميثان دوت عبارة عن CH4. بيتكتب كده CH4. خلاص كده. وانا عايزك بس تعرف الميثان، انا طبعا عارف ايه بروبان، ده بدايات كيمياء عضوية، بس مش عايز اقول لك على تركيبه عشان خاطر ما تتلخبطش. الميثان مهم ان انت تبقى عارفه. CH4 هو عبارة عن كربونة وحواليها 4 دراعات كده، ادي H ودي H ودي H ودي H. خلاص كده. ده كده مين؟ ده كده الميثان. ده بنسبة كام بقى؟
بنسبة 93%. يعني أكتر حاجة موجودة في الغاز الطبيعي هو غاز الميثان بنسبة 93%. بعد كده معانا غاز البروبان وغاز البيوتان. بروبان باللاتيني بروب ميس إيس بروب، يعني فيها 3 كربون، والبيوتان فيها 4 كربون، باللاتيني ميث إيس بروب بيوت بنت. خلاص كده بنت دي يعني 5، بس هي بيوتان يبقى 4. ميث يبقى ميثان، إيثان دي مش موجودة، 2 دي مش موجودة. بروبان يعني فيها 3 كربون، بيوتان يعني فيها 4 كربون. ماشي، عشان بس اللخبطة، مش عايز ألخبطك أكتر من كده، كفاية قوي. غاز الميثان نسبة 93%، غاز البروبان والبيوتان. الغازات دي ايه المشترك بينها؟ المشترك بينها ان هي غازات هيدروكربونات او هيدروكربونية. يعني ايه غازات هيدروكربونية؟ يعني كل اللي بتحتوي عليه كربون وهيدروجين، ما فيهاش نيتروجين، ما فيهاش فوسفور، ما فيهاش كلور، ما فيهاش فلور، ما فيهاش اي حاجة تانية غير الكربون والهيدروجين. تركيبها عبارة عن كربون وهيدروجين فقط. يبقى عشان كده بنسميها هيدرو كربونات. هيدرو جاي من كلمة هيدروجين، وكربونات جاي من كلمة كربون. غاز الميثان، غاز البروبان، وغاز البيوتان، بس الميثان أكتر حاجة بنسبة 93%. طب غاز البوتاجاز، غاز البوتاجاز عبارة عن بروبان وبيوتان، الاتنين دول بس. يبقى الغاز الطبيعي أكتر من البوتاجاز في الميثان، اللي هي كمان النسبة الأكتر فيه 93%. نسبة البروبان والبيوتان هي النسبة الباقية 7% يعني. إنما البوتاجاز عبارة عن البروبان والبيوتان. بيستخدموا في إيه؟ دول أساسا الاستخدام اللي هم بيستخدموا في المنازل بشكل أساسي. غاز البوتاجاز يا راجل اللي بتدور بيه البوتاجاز. ماشي يا عم. طيب إيه هي الخواص؟ سواء الغاز الطبيعي أو غاز البوتاجاز الاتنين ملهمش ريحة، ومع ذلك دي غازات خطيرة جدا على صحة الإنسان وممكن تؤدي لموته. تخيل معايا، في غاز سام وخطير وملوش ريحة، يعني ممكن يقتلك في صمت وانت مش حاسس بيه خالص. فلازم نعالج الموضوع ده. نعمل ايه يعني؟ نخليه بريحة حضرتك، ريحة زي ريحة التوم، يعني نضيف عليه مادة ليها ريحة تلفت نظرنا ان في كارثة ده مبدئيا يعني، عشان نروح نطفي الغاز ده. فهنحط مادة اسمها الإيثانثيول. الإيثانثيول. ماشي، المادة ديت ليها رائحة التوم. ليه؟ علشان تشمها فتتخذ الإجراءات بتاعة الأمانة المناسبة عند حدوث تسريب الغاز. ده سؤال على فكرة. ليه بنضيف مادة الإيثانثيول؟ عشان نتخذ إجراءات الأمن المناسبة لو حصل تسريب للغاز ولا حاجة، لأن احنا اتفقنا إن الغاز الطبيعي والغاز البوتاجاز دي غازات خطيرة وسامة ممكن تموتك في صمت وانت مش حاسس بأي حاجة. ماشي؟ فبالتالي بنضيف لها ريحة عشان انت تنتبه لريحتها. خلاص كده. لكن الغاز الطبيعي ملوش ريحة، البوتاجاز ملوش ريحة، هو بينضاف ليه مادة اسمها الإيثانثيول. المادة دي ليها ريحة التوم عشان خاطر حضرتك تشمها، لكن المادة دي لو مش موجودة انت مش هتشم الغاز الطبيعي او غاز البوتاجاز، فبالتالي ممكن يعمل حاجات مش لطيفة معاك. طيب ايه هي القيمة الحرارية للوقود؟ تعال نشوف دي وبعد كده نروح هنا. هنجيب 1 جرام من الوقود في وجود الأكسجين وهنولع فيه، هيدينا طاقة حرارية. تقول يا مستر ما أنا عارف، ما هو الوقود هنولع فيه نعمل له اشتعال في وجود الأكسجين هيدينا طاقة حرارية، وقلنا إن ده تفاعل طارد للحرارة. بس هنزود حاجة بقى، إن أنا هحط 1 جرام، مش حاجة عشوائية، عشان أعرف حاجة اسمها تعريف اسمه القيمة الحرارية للوقود. هي كمية الحرارة، هي دي على فكرة القيمة الحرارية للوقود، هي الطاقة الحرارية الناتجة ان انا اولع في 1 جرام من الوقود في وجود الاكسجين، او في وفرة من الاكسجين كمان، لازم يبقى فيه اكسجين كتير. تاني، هنا بقى ما بتكلمش عن الوقود، ما قلتش هي المادة اللي انا بولع فيها في وجود الاكسجين فده تفاعل طارد للحرارة، لا. انا هنا بعرف الطاقة الحرارية اللي ناتجة، القيمة الحرارية للوقود انا بعرف دي. فاقول ايه؟ هي كمية الحرارة الناتجة من احتراق 1 جرام من الوقود في وفرة من الأكسجين. لما أولع في 1 جرام من الوقود في وفرة من الأكسجين، أولع فيه في وفرة من الأكسجين، هيديني كمية طاقة حرارية. كمية الطاقة دي بسميها القيمة الحرارية للوقود.
كلام جميل. ايه وحدة القياس بتاعتها؟ هو انا مش بولع في 1 جرام، حلو قوي، وبيطلع ايه؟ طيب بيطلع طاقة حرارية. الطاقة الحرارية اللي بتطلع دي بتبقى قيمتها بالكيلو جول. فانا لو عايز تعريف او وحدة قياس، اسف، للقيمة الحرارية للوقود، انا حددت انا ولعت في قد ايه، في 1 جرام. يبقى القيمة الحرارية للوقود هو انا لما ولعت في كام واحد من جرام طلعت كام كيلو جول. هي دي بقى، عشان كده الوحدة اسمها كيلو جول. هيطلع كام من 1 جرام؟ فاهم القصة؟ يبقى كيلو جول على الجرام، كيلو جول على الجرام. لما ولعت في 1 جرام طلع كام كيلو جول؟ هي دي الوحدة. خلاص، يبقى كيلو جول على ايه؟ على 1 جرام، لكل 1 جرام. ماشي. مين اعلاهم قيمة؟ هل الفحم؟ هل البترول؟ هل الغاز الطبيعي؟ هل الكحول الإيثيلي أو الإيثانول اللي هو الوقود الحيوي؟ لا، الحقيقة هو الوقود الصناعي، الهيدروجين. طلع لي 143 كيلو جول لكل 1 جرام. معناه إيه؟ إن أنا لما ولعت في 1 جرام من الهيدروجين في وجود الأكسجين، ولعت فيه، اداني 134 كيلو جول. خلاص كده، يبقى القيمة الحرارية للوقود اللي هو الهيدروجين 143 كيلو جول لكل جرام. في أرقام موجودة في الكتاب بس دي للإيضاح، ما تحفظهاش، اعرف لي بس القيمة الحرارية بتاعة الهيدروجين 143 كيلو جول على الجرام، ووحدة القياس مهمة جدا. طيب، غاز الهيدروجين في الهواء الجوي في خليط من الغازات زي غاز النيتروجين 78%، غاز الاكسجين، وده اللي يهمنا طبعا. الغازات دي كلها ممكن تسال فيها، بس احنا مركزين على الاكسجين لان ده اللي بيساعد على الاشتعال. احنا دخلنا في العنصر الثاني في المثلث الحراري، اخذنا الوقود وعرفنا انواعه، وعرفنا حاجه اسمها القيمه الحراريه للوقود، اللي هو اخد 1 جرام اولع فيه في وجود الاكسجين فيطلع لي كام طاقه حراريه بالكيلو جول. طيب تعالى بقى نمسك العنوان الثاني وهو غاز الأكسجين. بيقول لك الهواء الجوي فيه خليط من الغازات، النيتروجين 78%، الأكسجين 21%، وفي غازات تانية تحتل نسبة 1%. ده الملخص الرسمة دي. كل ما كمية الأكسجين زادت، كل ما معدل الاحتراق أو معدل الاشتعال أو الولعان زاد. فالأكسجين هو العنصر الأساسي في عملية الاحتراق. الأكسجين يزيد، احتراق يزيد. فلو في شمعة في وجود الأكسجين، لو الأكسجين ده وفرة من الأكسجين، الشمعة تزداد اشتعالا. لو كمية قليلة يقل اشتعالا. لو نفذ يعني نقص يعني أو خلص نفذ ده يعني خلص، انتهى الأكسجين، تنطفئ الشمعة. يبقى الأكسجين عالي اشتعال عالي، أكسجين قليل اشتعال قليل. مفيش أكسجين مفيش اشتعال. جميل الكلام ده، حلو قوي. طبعا الأكسجين لازم يبقى موجود والعاملين التانيين موجودين، الوقود والحرارة. ايه هي عملية الاحتراق؟ يعني حاجة كده على جنب، ان انا اجيب وقود، اعمل له اتحاد بالاكسجين ويطلع نتيجته ضوء وحرارة. المثال ده مش عليك بس انت اخدته قبل كده، انت اخدت المثال ده قبل كده. ثانية بس نظبط الوزن بتاعه، بس مظبوط كده. انت اخدت المثال ده قبل كده وعارف، اخدناه الترم اللي فات لما قلنا ان احنا عندنا مغنيسيوم، ادينا له اكسجين وولعنا فيه في وجود الاكسجين ده، فادانا الام جي او، وادانا شويه حراره وشويه ضوء. اهو حراره او ضوء او كلاهما. وانت فاكر ان التفاعل بتاع شريط الالومنيوم في وجود الاكسجين وفي حراره انت بتعرف التفاعل ده تم منين؟ من الضوء والحراره. انا بس جاي اركز على الحته دي، المعادله دي مش عليك، ده مثال اضافي مش موجود في الكتاب حتى، بس بفكرك بالترم اللي فات، وبقول لك ان ليه علاقه بالترم ده. ان انا عندي مغنيسيوم ولعت فيه في وجود الاكسجين اداني ضوء وحراره، فهو ضوء وحراره. انت لو فاكرها هتقول تمام. طيب فالاحتراق هو ان انا جبت الوقود، بس طبعا ده طبعا مش وقود، بس يعني انا بديك مثال كده للضوء والحراره يعني. ان انا جبت وقود زي انواع الوقود اللي انا قلتها، وقود حفري، وقود حيوي، وقود صناعي،
جبت وقود عملت له اتحاد بالاكسجين طلع لي ضوء وحراره، او الاتنين مع بعض زي التفاعل ده. طيب انا عندي سؤال دلوقتي، انا اتفقت معاك ان انا لو نسبه الاكسجين عاليه هيحصل احتراق عالي، لو الاكسجين قليل هيحصل احتراق قليل. فتعال نشوف هنا، لو جبت سلك ألمونيوم وحطيته في الهواء الجوي وولعت فيه، وجبت سلك ألمونيوم وحطيته في أكسجين نقي وبرضه ولعت فيه، إيه اللي يحصل؟ مستر اللي يحصل إن سلك الألمونيوم مع الأكسجين النقي التفاعل فيه هيبقى أعلى والاحتراق هيبقى أشد. ليه؟ أهو معدل الاحتراق أعلى طبعا في الأكسجين النقي، بسبب لأن أنت عارف إن في الهواء الجوي نسبة الأكسجين 21%، إنما الأكسجين النقي يعني مفيش غير أكسجين، يعني نسبة الأكسجين 100%. وهنا أنا ما بتكلمش في كمية الأكسجين، أنا بتكلم في نسبة الأكسجين أو تركيز الأكسجين في المكان، وهو ده اللي يفرق معايا على فكرة. أنا ما يفرقش معايا عندي كام أكسجين، أنا يفرق معايا تركيز الأكسجين، هو ده اللي بيفرق في التفاعل. فهنا نسبة الأكسجين 21%، هنا نسبة الأكسجين 100%، وكلما زاد تركيز الأكسجين ونسبة الأكسجين في التفاعل بيزيد الاشتعال ومعدل الاحتراق. تاني، تركيز الأكسجين في الهواء الجوي 21%، ده أقل من تركيز الأكسجين في الهواء الأكسجين النقي 100%. كلما زاد تركيز الأكسجين يزداد معدل الاحتراق. وشكرا. طيب في تركاية هنا جميلة أوي 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 بقى. إيه رأيك هنجيب شمعة وجميلة اهي ماشي كده، ونحطها في جو فيه أكسجين كتير، إيه اللي يحصل؟ الشمعة هتحافظ على الاشتعال، بل النار دي هتزيد أكتر. فلما النار تزيد تخلي الشمعة دي تنصهر، فطولها يقل. وصلت أنا عايز أقول لك إيه؟ فتقعد تقل تقل تقل، تستهلك. ليه؟ لأن النار دي بتعمل انصهار للشمعة. طب إيه اللي بيخلي النار تزيد؟ ما هو الأكسجين عالي. تاني، الأكسجين عالي بيساعد على الاشتعال، هيزود انصهار الشمعة، فالشمعة لما تنصهر كتلتها تقل قوي، فتبقى صغيرة كده. طب لو الأكسجين قليل إيه اللي يحصل؟ هيقل اشتعال الشمعة، فالشمعة اشتعالها هيقل، فالنار هتقل، فالانصهار هيبقى فيه انصهار بس كتلتها هتقل حاجة بسيطة، هتقل بس بشكل أقل. يعني إيه؟ هتبقى تقعد تستهلك بس بشكل أقل، فتوصل إنها برضو تبقى لسه طويلة، لكن هنا استهلكت قوي، صغرت قوي، لكن هنا لسه طويلة. وصلت أنا عايز أقول لك إيه؟ فلو الأكسجين قليل الاستهلاك بتاع الشمعة هيبقى قليل، يعني هتبقى لسه طويلة مش هتستهلك قوي. لكن لو الأكسجين عالي الاشتعال هيبقى كتير، الانصهار هيبقى عالي، فالكتلة هتقل قوي، لأن الانصهار الشمعة تقعد تسيح جامد جامد جامد. لكن هنا النار قليل فالشمعة مش هتسيح قوي. وصلت أنا عايز أقول لك إيه؟ فدي السؤال بتاع استهلاك كتلة الشمعة المضيئة. طيب عندنا لهب اسمه لهب بنزين. طب ده بيشتغل بإيه؟ بيشتغل بحاجتين، وقود غازي وأكسجين. وركز في حتة الأكسجين دي، ركز في حتة الأكسجين. ليه؟ لأن لازم يبقى فيه أكسجين. أي لهب، في لهب هناخده قدام اسمه الأوكسي استرين، برضه في حاجة وأكسجين، ماشي؟ ليه؟ الأسيتيلين، أسيتيلين، الأوكسي أسيتيلين. ليه لازم يبقى فيه أكسجين؟ لأن الأكسجين غاز بيساعد على الاشتعال حضرتك، فمش هيحصل اشتعال إلا في وجود الأكسجين، فلازم يبقى فيه أكسجين. بس أكسجين ومين بقى؟ أكسجين هنا وقود غازي، هنشوف في الأوكسي استيلين على فكرة باين من اسمه يعني، بس ما علينا. وقود غازي وأكسجين، وقود غازي وأكسجين. طب ده كلام منطقي. ليه؟ على فكرة دي بتحدد يعني بتحقق مثلث النار، اشتعال يبقى في حرارة، وقود غازي يعني في وقود، وأكسجين يعني في أكسجين. أدي أهو الثلاث عوامل بتوع مثلث النار اتحققوا، يبقى في اشتعال. ده هاشتاج بديهيات. طب أهميته إيه هي؟ مصدر للحرارة في المعامل والمختبرات. احنا لما كنا في المعمل كنا بنشتغل بلهب بنزين ده، ماشي؟ جميل قوي. لهب بنزين دوت لما بيبقى في كمية محدودة من الأكسجين، يعني في كده مفتاح بنقفله، فبيبقى في كمية أكسجين قليلة طالعة، فاللهب اللي بيبقى طالع أصفر. ليه؟ لأن الأكسجين قليل، والأكسجين ده عامل مهم من عوامل الاحتراق من ضمن مثلث النار. فلو في أكسجين قليل هيبقى في احتراق بس غير تام.
خد بالك لو مفيش اكسجين خالص مفيش احتراق خالص، بس هنا كميه الاكسجين قليله خلاص يبقى احتراق غير تام، فهيدينا لهب اصفر. لكن لو انا فتحت اللهب قوي بقى على اخره وسبت ثقب اللهب مفتوح هوفر وفره من الاكسجين، فاللهب هيبقى لونه ازرق، يبقى في وفره من الاكسجين اللهب لونه ازرق، كميه محدوده من الاكسجين اللهب لونه اصفر. حلو الكلام. وطبعا ده بيبقى احتراق تام، ليه؟ لان في كميه كبيره من الاكسجين. خلاص جميل. يبقى لهب بنزين في وجود كميه محدوده من الاكسجين يبقى اصفر، كميه محدوده يبقى احتراق غير تام. لكن لو لهب بنزين في وفره من الاكسجين هيدينا لون ازرق، اللهب نفسه لون النار هيبقى ازرق، وهنا لون النار هيبقى اصفر، وده احتراق تام عشان في كميه كبيره من الاكسجين. طيب خش في اللي بعده على طول. ثانيا الحراره. الحراره عند احتكاك، لو انا جبت ده العامل الثالث، انا كاتب ثانيا الحراره المفروض ثالثا بقى، ما علينا يعني دي المفروض ثالثا. الحراره عند احتكاك عود ثقاب بسطح خشن. عايز اولع في ايه؟ في علبه، في واحده كبريت كده، يشتعل ليه؟ عشان الاحتكاك حضرتك، الاحتكاك ده بيولد حراره. حضرتك لو قعدت تعمل ايديك كده ايديك هتسخن، هتولد حراره. بس الحراره بقى اللي بتحصل في الكبريت دي بتبقى هي الحراره اللازمه لبدء التفاعل. انهي تفاعل يا مستر؟ تفاعل الاحتراق اللي هو طارد للحراره. لحظه واحده يا مستر معلش. في حراره تلزم لبدء التفاعل، المفروض ده تفاعل كده مصل الحراره مش طارد. اقول لك يا حبيبي ايوه، ما هو بيبدا حراره، بيبدا تفاعل بحراره وبينتج حراره، بس الفكره ان كميه الحراره اللي بينتجها او بيطلقها اكتر من كميه الحراره اللي بيمتصها في بدايه التفاعل، فعشان كده بنسميه تفاعل طارد للحراره. كويس كده؟ ثواني زي الفل، عشان بس كانت مستفزياني البتاعه دي. خلاص احنا صلحناها كروكي كده. طيب في حاجه اسمها درجه الاشتعال، وهناخد عليها مثال لطيف كده بالارقام عشان تبان. هي درجه الحراره اللي لازم تديها للماده عشان تشتعل. تاني، يعني مثلا في ماده بتشتعل عند درجه حراره 40، وماده بتشتعل عند درجه حراره 150. 40 و150. بالله عليك يا رجل، مين اسهل ان هي تشتعل؟ ال40 ولا ال150؟ طبعا ال40 اسهل انها تشتعل، تديها 40 تشتعل، لكن دي محتاجه توصلها ل150 عشان تشتعل. يبقى درجه الاشتعال لما تقل الماده يبقى اسهل انها تولع، او تزداد قابليه الماده دي للاشتعال، انها تولع تبقى اسهل. تاني المثال اللي انا قلته بالارقام، اعرف كده الارقام اللي انا بقولها لك دي 40 و150. هوصل ماده عشان تولع او تحترق او ل 40، واوصل ماده انها تولع ل 150 او 200 يا سيدي. شوف 40 و200 مين اسهل ان انا اولع فيها؟ ال 40 هي دي اللي قابله للاشتعال اسرع، لكن صعب قوي ان انا اوصل الماده ل 150، هتاخد وقت. يبقى اللي هيولع اسرع الاثنين قابلين للاشتعال، بس مين اسهل؟ الاسهل يا مستر ال 40. اديها 40 تولع، لكن ده 150 ده هقعد وقت اكتر، اكيد هتبقى اصعب شويه. تمام. تستخدم شموع الاحتراق المعروفه بالبوجيهات في السيارات. بتعمل ايه يعني شموع الاحتراق دي؟ بسيطه، هي اللي بتدي الحراره الاولانيه. فاكر الاحتكاك هنا هو ده اللي مش الاحتكاك هو اللي كان بيولد الحراره؟ البوجيهات دي هي اللي بتدي الشراره الاولانيه لبدء التفاعل. تاني انا برضو هنا لازم في كلامي يجتمع مثلث النار. الشراره بتاعت بدايه التفاعل هي مين؟ تمام، هي الحراره، ادي اول واحده في مثلث النار. تاني حاجه هتولع في خليط من الجازولين والهواء. تاني، الجازولين والهواء. الجازولين ده اللي هو الوقود، والهواء ده اللي هو الاكسجين في غرفه الاحتراق اللي موجوده في محرك السياره، فتبدا انها تشتغل. طالما اجتمع مثلث النار يبقى هيحصل دمار. انا بقول لك يعني خلاص كده اجتمع مثلث النار هيحصل دمار. فانت عندك البوجيهات دي هي اللي بتديني الحراره او الشراره اللي هتبدا التفاعل عشان تولع لي في الجازولين والهواء. الجازولين هو الوقود، والهواء اللي هو الاكسجين، والشراره اللي هي الحراره. خلصت، مثلث النار هيقلبها دمار. خلاص، يبقى انا اتكلمت برضو هنا ما سبتش مثلث النار، وانت بس يبقى عندك تخيل.
طيب سؤال للتطبيق. انت عندك ماده اكس بتشتغل عند 45 وماده واي عند 300. مين اسهل انها تولع؟ مين اسرع اشتعال؟ هتقول يا مستر ما الاثنين ممكن اولع فيهم عادي. هقول لك يا حبيبي ايوه، مين اسرع؟ طبعا اوصل الماده اكس الى 45 اسهل ان انا اوصل الماده واي ل 300. يبقى 45 دي اسهل في الاشتعال، لان ببساطه كلما قلت درجة الاشتعال بقى زادت قابلية الاشتعال، بقى اسهل ان انا اولع في المادة دي. جميل. عندنا حاجة اسمها الهيدروكربونات. ايه هي الهيدروكربون؟ هيدروكربونز يعني مادة ما فيهاش غير كربون وهيدروجين، يعني هي كربون وهيدروجين فقط. طيب بيقول لي علل. مسكت شوية هيدروكربونات اديتها اكسجين وولعت فيها. ايوه هنعتبر ان الهيدروكربونات هي الوقود، يبقى الوقود اهو واشتعال يعني حرارة في وجود الاكسجين. هيديني ايه بقى؟ هيديني ثاني اكسيد كربون وبخار ميه وحراره. تقول يا مستر استنى، انا خليت التفاعل ياخد حراره الاول وطلع حراره في الاخر، وهاجي اقول لك طلع حراره في الاخر. تقول ايوه بس امتص حراره، يبقى ده تفاعل ماس. حبيبي كميه الطاقه المنطلقه اكتر من كميه الطاقه الممتصه. هو الحته اللي انا بقولها دي مش موجوده في الكتاب، بس انا عايز افهمك عشان الناس الشاطره اللي بتسال تقول لي طب ما هو امتص طاقه يا مستر. اقول لك ايوه، ما هو اطلق طاقه عيون المستر، فهنا الطاقه اللي انطلقت تبقى اكتر. طيب لاحتواء الهيدروكربونات على كربون وهيدروجين، هو طلع ثاني اكسيد الكربون، ودي فيها يعني ثاني اكسيد الكربون ده عباره عن CO2، ففي كربون وفي في اكسجين، وطلع بخار الميه اللي هو H2O H و O، ف H و O و C ديت، عشان كده هو هيدروكربونات. والاكسجين ده جه منين؟ اللي في بخار الميه، والاكسجين اللي جينا من ثاني اكسيد الكربون من الاكسجين اللي احنا وفرته عشان يحصل عمليه الاحتراق. مثال، والمعادله دي موجوده وفي الكتاب ومهمه، وخليك تنتبه لحاجه كده، ان انا عندي الميثان، عشان كده قلت لك الميثان مهم، CH4 زائد 2O2، يعني قول O2 هيدينا ثاني اكسيد الكربون وميه. ووزن بقى، انت بتعرف توزن المعادله، تعال افكرك بوزن المعادله معايا، ودي وزنها مش معضله يعني. ادي CH4 زائد O2 حراره هيدينا CO2 زائد H2O زائد هيت. في حد قال لي يا مستر لازم اكتب الهيت؟ طبعا، امال اقول له ازاي ان التفاعل ده طارد للحراره؟ طيب يبقى ده تفاعل طارد للحراره. ممكن يسالك ليه ده تفاعل طارد للحراره؟ لان الحراره ناتج من نواتج التفاعل، واضح زي ما انت شايف اهو، وكميه الحراره المنطلقه هنا اكتر من كميه الحراره الممتصه هنا. تعال نوزن المعادله دي. عندي كربونه واحده، هيدروجين 4 هيدروجين 2 هيدروجين، حلو قوي. حط هنا 2 كمان عشان تبقى 2 في 2 ب4 وهنا 4. طب عندي هنا 2 اكسجين وعندي هنا 2 و2 4، حط هنا كمان 2 عشان يبقى 2 في 2 ب4 و2 و2 4. يبقى انت عندك 4 اكسجين 4 اكسجين، الدنيا موزونة وزي الفل. جميل قوي الكلام ده، كلام محترم جدا. فهو جاي يقول لك ليه الحرارة ديت جاي انا اعمل لك سهم كده وبقول لك تفاعل طارد للحرارة، لان الحرارة ناتج من نواتج التفاعل. ده سؤال علل عادي ممكن يجي. وده برضو سؤال علل، ليه بيطلع ثاني اكسيد كربون وبخار ميه؟ عشان الهيدروكربونات عباره عن كربون وهيدروجين. طيب بس فده مثال لاحتراق غاز الهيدروجين واي هيدروكربونات. يعني مثلا لو جه قال لك C3H6 مثلا، برضه هيطلع ثاني اكسيد كربون وبخار ميه، بس الوزن بتاع المعادله هيختلف. بس كده وصلت؟ جميل قوي. فنخش في اللي بعده. ده مثال احتراق الهيدروكربونات. تاني، الهيدروكربونات دي يا مستر عباره عن كربون وهيدروجين. لما بولع فيه اي هيدروكربونات، انت ولعت المره دي في CH4، ممكن يجيب لك ماده تانية C3H6 C3H6 برضو في وجود الاكسجين ووجود حراره، هيديني ثاني اكسيد كربون وبخار ميه وحراره. كويس كده؟ عظيم. ووزن، هتلاقي الوزن مختلف بس، لكن ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه تمام. اعرف منين مثلا انها معادله احتراق هيدروكربونات؟ الماده اللي انت هتولع فيها في وجود الاكسجين عباره عن كربون وهيدروجين فقط، ما تلاقيش فيها اي ماده تانية. طيب لهب الاوكسي اسيتيلين، هو ده بقى اللي بقول لك عليه. هي عباره عن ايه؟ عباره عن اكسجين وغاز الاسيتيلين، وبرده اولع فيه.
اديله حراره برضه، لازم يبقى فيه حراره، لازم يبقى فيه اشتعال. يبقى لازم يبقى فيه اشتعال وفيه اكسجين وفي مين؟ وفي الوقود اللي هو غاز الاسيتيلين. طيب غاز الاسيتيلين لما عرضه للاكسجين بوفره واديله شويه حراره، ايه اللي يحصل؟ هيديني درجه حراره 3000 درجه سليزيوس. طبعا دي مش درجه معامل، دي اكبر من المعامل بكتير. دي انا الحم بيها معادن، مش معامل بقى، لا ده انا الحم بيها واقطع معادن زي الحديد الفولاذ والنحاس. خلاص كده، الحديد الفولاذ والنحاس اقطع والحم. الحم يعني اربط معدن بمعدن. خلاص كده، فده لهب اسمه لهب الاوكسي اسيتيلين. ممكن يا مستر يجي يسالني ويقول لي لهب بالاوكسي اسيتيلين ولهب بنزين ايه وجه الشبه ما بينهم؟ انت الاختلاف بقى كتير، الاستخدام يا سيدي، التركيب. بس جوه التركيب في اتفاق ان الاتنين بيحتوي على اكسجين كاحد اضلاع مثلث النار، الاكسجين والوقود والحراره. ماشي، الاكسجين والاتنين في لازم اديهم شراره الاول او اديهم اشتعال الاول، فهو يديني كميه حراره. السؤال هنا طبعا ان كميه الحراره المنطلقه 3000، ده انا بديله اشتعال خفيف فبيطلع لي 3000. انت فاهم حاجه؟ ولازم الاكسجين هنا يبقى بوفره عشان يطلع لي درجه الحراره العاليه ديت كاحد عوامل مثلث النار. الاشتعال الذاتي، ايه هو بقى الاشتعال الذاتي ده؟ بص يا سيدي، ان انا اعمل اشتعال لماده من غير ما احتاج الى مصادر خارجيه للحراره. بمعنى ايه بقى؟ انا هنا ممكن ودي في حالات معينه مش في كل الحالات، ممكن استغنى عن ضلع من اضلاع مثلث النار وهو الحراره. يعني انا مش محتاج ادي شراره الحراره الاولانيه، لا ده انا مجرد ان انا مثلا اجيب ماده زي برمنجانات البوتاسيوم انقط عليها نقط من الجليسرين، اللي يحصل دخان وتفاعل طارد للحراره ولهب لونه ارجواني. لهب لونه ارجواني، فده تفاعل اسمه تفاعل ايه؟ تفاعل اشتعال ذاتي. مش محتاج اديله حراره في الاول، لا ده هو بيشتعل من ذاته، يعني بيشتعل من نفسه، من اسمه شغل السنس. طبعا التعريف هو اشتعال المواد، ان المواد بتولع من غير وجود مصدر خارجي للحراره. انا مش محتاج مصدر خارجي للحراره، فبينتج عنه تفاعل طارد للحراره، بينتج عنه دخان، بينتج عنه لهب ارجواني. طيب لو انا قلت على الحته الثانيه دي القش، لو انا جبت قش وجه عليه بكتيريا تحلل، برضو القش ده هيولع. ليه؟ عشان هو وصل لدرجه الاشتعال. طب ليه؟ عشان ده هو الاشتعال الذاتي. مستر هو انا قربت له حراره خالص؟ لا، بكتيريا التحلل عملت له اشتعال ذاتي من غير مصدر حراره خارجي. هي دي القصه. فانا عندي مثالين للاشتعال الذاتي. اول حاجه ان انا لما اجيب برمنجانات البوتاسيوم بتبقى لونها بنفسجي على فكره، KMnO4، KMnO4 اللي عايز يكتبها خلاص مش عليك يعني. برمنجانات البوتاسيوم البنفسجيه، برمنجانات مش برمنجانات ايه، انا بقى بكتب ايه وانا بقى برمنجانات البوتاسيوم ولونها بنفسجي. خلاص كده، تحط عليها نقط من الجليسرين تعمل لي تفاعل طارد للحراره ودخان ولهب ارجواني وليله. خلاص، هل انت اديتها حراره في الاول؟ لا. طب القش وبكتيريا التحلل هتعمل اشتعال واشتعال ذاتي برضه، ماشي، بسبب الوصول لدرجه الاشتعال. يعني كل المثالين دول هم مثالين للاشتعال الذاتي، ما احتجتش ان انا اوصل ما احتجتش مصدر حراره خارجي وهو ضلع من اضلاع مثلث النار. ومن هنا كده خلصنا مثلث النار، ندخل على مثلث اسمه مثلث الاطفاء. عايزين نطفي الحرايق. شوف مثلث النار كان بيعمل ايه علشان يشعل الحرايق وعكس. يعني مثلا البند بتاع التبريد ده، هو كان بدل التبريد كان فيه حراره فشيل الحراره وبرد. طب كان فيه وقود، شيل الوقود. كان فيه كان فيه اكسجين، اعزل الاكسجين، يعني اطفي الاكسجين، مفيش اكسجين عشان اطفي الحريق. يبقى حدوث خلل في مثلث الاحتراق، يعني اقلبه، اعكس مثلث الاحتراق، عمل مثلث جديد هو مثلث الايه؟ الاطفاء. تعال نشوف بقى، نمسك برضو كل واحدة كده في كلمتين ونجري. نمسك التبريد وإزالة الوقود وعزل الأكسجين، والمثلث ده أنا كاتب جواه مثلث الإطفاء. تعال نشوف الكلام. بيقول لك إزالة الوقود، يعني لما يبقى في حريق روح اقفل المحبس بتاع الغاز،
فانت كده عملت ازاله للوقود. رقم 2 في ازاله الوقود برضو، سبحان الله سبحانه، العربيه مش هتدور الا لو فيها بنزين. لا والله ليه؟ علشان في مثلث اسمه مثلث الايه؟ الاحتراق. فانت كده شلت ضلع منه اسمه ضلع الوقود، فمش هيحصل ان العربيه تتحرك. يبقى لا يدور محرك السياره بدون وقود. ليه بقى عايزين اجابه علميه؟ عشان مثلث النار مش غاب، اتكسر. فانت لعدم اكتمال مثلث النار او مثلث الاحتراق علشان في غياب ضلع منه وهو غياب الوقود. كلام جميل. يبقى ده كده ازاله الوقود. ازاله الوقود هو انت شلت ضلع من اضلاع المثلث بتاع مثلث النار. فانت مثلث الاطفاء هو ان انت تشيل ضلع من اضلاع مثلث النار. يعني بدل ما يبقى فيه وقود شيل الوقود، بدل ما يبقى فيه حراره خليها تبريد، بدل ما يبقى فيه اكسجين اعمل عزل للاكسجين. هو ده مثلث الاطفاء. طيب النقطه الثانيه عزل الاكسجين. انا قلت لك كلمتين. طفايات الحريق بتبقى فيها ماده غرويه زي الفوم، خلاص كده ابحث عنها كده، ابحث عنها هتلاقيها شكلها كده لونها ابيض، او عباره عن مسحوق غاز جاف، او عباره عن غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون ده مستر عكس غاز الاكسجين خالص. ان كان غاز الاكسجين بيخلي عمليه الاحتراق تحصل، فغاز ثاني اكسيد الكربون هو نفسه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال نهائيا. هو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هو نفسه ما بيشتعلش، يعني هو نفسه كغاز ممكن ما تلاقوش كده والع في الجو، وهو نفسه ما بيولعش في حاجه. يعني هو ما بيولعش وما بيساعدش ان حاجه تانية تولع. فبالتالي بيبقى هو ده الغاز اللي موجود في طفايات الحريق، غاز ثاني اكسيد الكربون، او ماده غرويه زي الفوم او مسحوق جاف. طيب نطفي حرايق الفلزات بايه؟ بالرمل. في المعامل كده بيبقى في المعامل حضرتك بس انت ما بتشوفهاش او ما بتركزش فيها، او هي مش موجوده في المعمل عندك وده غلط. جردل بيبقى فيه رمل. ايوه، عشان التفاعلات بتاعه المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، تفاعلات الفلزات الشديده، علشان تطفيها لو الدنيا باظت تطفيها برمل مش بميه، وهنفهم ليه مش بميه وده سؤال علق. طيب ايه تاني؟ الغطاء المعدني. اي تفاعل احتراق في اواني القلي بعزل الاكسجين تعمل ايه؟ تجيب غطا حله وتغطي، او تجيب بطانيه وتغطي. ليه؟ عشان تبعدها عن الاكسجين، تغطي على الحاجه عشان تبعد الحاجه دي عن الاكسجين. وصلت انا عايز اقول ايه؟ تغطي على الحاجه عشان الحاجه دي تبعد عن الاكسجين وتعزلها عن الاكسجين وتحجبها عن الاكسجين. يبقى بيقول لك ان اطفاء الحرائق بتاعت الصوديوم والمغنيسيوم انت بتعزلها عن الاكسجين. تعزلها بالرمل ولا تعزلها بالميه؟ طبعا بالرمل. ليه بقى مش بالميه؟ لان الميه دي حضرتك بتزود الحريقه. ليه؟ ليه كفل الشر؟ هو انت عايز تطفي حرائق صوديوم ومغنيسيوم بميه؟ ده تفاعل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الفلزات يعني مع الميه، ده تفاعل طارد 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 للصبح للحراره، بل بيطلع غاز الهيدروجين اللي هو نفسه بيشتعل. هو نفسه غاز بيشتعل، هو غاز بيطلع بنار، هو نفسه غاز بينور. فاهم حاجه؟ فطبعا الميه بتتفاعل مع الصوديوم والمغنيسيوم مع الفلزات دي في تفاعل طارد 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 للحراره. وبقول كذا طارد للحراره لانه مش طارد للحراره بس، وبيطلع غاز الهيدروجين المولع. فاهم حاجه؟ هو نفسه غاز مولع. فعشان كده حتى لما نيجي نتكلم عن الصفحه اللي ورا هتلاقي ان هو غاز بيشتعل، هو بيشتعل. طيب فيزداد الحريق، هو ده اللي انا عايز اقوله. فبالتالي احنا بنعمل عزل للاكسجين بشكل عام بكل الطرق، يا اما نغطيه بماده غرويه في طفايات الحريق، يا اما مسحوق جاف، يا اما بغاز ثاني اكسيد الكربون عشان الغاز ده ما بيولعش ومش بيولع في حاجه، يا اما بنغطي بالرمل، يا اما بنغطي بغطا حله او بغطاء معدني او ببطانيه. كلام جميل قوي. المهم كل ده احنا هدفنا ايه؟ هدفنا نعزل الماده عن الاكسجين. كلام محترم. وعرفنا ليه بالرمل مش بالميه، لان الميه دي يا مستر بتتفاعل مع الصوديوم والمغنيسيوم اللي هي الفلزات في تفاعل طارد 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 للحراره. وبقول طارد كتير ليه؟ لانه بيطلع حراره وبيطلع الهيدروجين المولع، هو نفسه مولع. فبقول لك تذكر ان يا سيدي ان انت عندك 3 غازات. غاز الاكسجين ده انت عارف ان هو غاز بيساعد على الاشتعال. بمعنى ايه؟
الغاز ده يا مستر حضرتك يعني الغاز ده لما بيزيد الاشتعال بيزيد. فاكر موضوع الشمعة ولا ايه؟ لما غاز الاكسجين يزيد كانت الشمعة تزيد. طيب ولما يقل طبعا الشمعة كانت تقل، ولو مش موجود الشمعة مش مهما ولعت فيه على فكرة مش هتولع. الهيدروجين الغاز ده قابل للاشتعال، هو نفسه بيولع. ثانية بس، هو مش بيساعد ان حاجة تانية تولع، لا هو نفسه الغاز ده ممكن يتحول لكتلة نار. فاهم حاجة؟ وغاز ثاني اكسيد الكربون الغاز ده في حاله لا بيولع ولا بيساعد ان حاجة تانية تولع. ده كلام محترم، عشان كده ده اللي بيستخدم في اطفاء الحرائق في طفايات الحريق. الموضوع التاني وهو التبريد. والله انا جاي اقول لك كلام بديهي جدا. ايه هو الكلام ده؟ ان الحرارة لما بتزيد الاشتعال بيزيد. لا والله. والحرارة لما بتقل الاشتعال بيقل. يا سلام. ايه كمان؟ طفايات الحرائق بتاعت الورق والخشب بنطفيها بالميه. طب مستر ثانيه واحده بقى، الميه بتستخدم في اطفاء حاجه وما ينفعش تستخدمها في اطفاء حاجه. ايه هي بقى؟ اقول لك ببساطه، انا ممكن استخدم الميه في اطفاء حرائق الورق والخشب والغابات عادي، عشان ابردها بميه بارده كمان. وهقول لك ليه دلوقتي الميه بالذات مهمه في الحته دي. بس القضيه فين؟ ان انا ما ينفعش استخدم الميه في اطفاء حرائق الغازات، اسف مش الغاز، الفلزات. ليه؟ لأن الفلزات ديت بتتفاعل مع المية في تفاعل طارد للحرارة، وفيه هيدروجين بيشتعل فيزود الحريقة وتبقى بلاوي. فعندنا إطفاء الحرائق بالمية. ليه المية بقى؟ هفكرك بحاجة. المية في الترم اللي فات كنا أخدنا إن المية دي خزان حراري كبير، درجة حرارتها ما بتزيدش بسرعة. ده كده الخزان الحراري بتاع المية مقارنة بخزان حراري بتاع أي مادة. فالمية تقدر ان هي تمتص كمية حرارة كتير. ليه؟ لان الخزان بتاعها كبير وزيادتها في درجة الحرارة قليلة. عايز حد في الكومنتات يقول لي تعريف الحرارة النوعية؟ يلا بينا. وهل لو الحرارة النوعية كبيرة درجة الحرارة تزيد بسرعة ولا لا؟ طيب هنا الخزان الحراري كبير، اذا هتستقبل كمية حرارة كتير، فالحرارة هتتنقل من الوسط الخارجي ليها، لأن هي خزان بيحتوي كل المشاكل، خزان كبير أوي أوي أوي، فحرارته النوعية كبيرة المية، فتمتص كمية الحرارة اللي جاية فتؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة هنا. يبقى أنا عندي مادة هنا ومادة هنا، المادة ديت حضنها واسع، يعني تحتمل كل الحرارة، فتشد الحرارة ناحيتها عشان هي الخزان بتاعها كبير، وتسحب الحرارة من الوسط المحيط المولع، فتهدي الحرارة بره وهي ما تبقاش سخنت قوي. وهي دي بقى في ميزة الحرارة النوعية، ان هي نفسها لما تاخد الحرارة من بره هي نفسها مش هتسخن زي مكان الوسط اللي بره سخن، مع انها اخدت نفس الطاقة الحرارية. نقول تاني، يبقى لان الحرارة النوعية بتاعت المية مرتفعة مما يجعلها حضنها واسع اهو، فتمتص كمية حرارة أو طاقة حرارية كتير، فهتمتصها منين؟ من الوسط المحيط، فهتقلل الاشتعال أو درجة الحرارة بتاعة المواد المشتعلة اللي موجودة بره، هتشفط الحرارة منها. فطبعا الحرارة النوعية بتاعة المية مهمة جدا في الحتة دي. طيب وهتعمل برضو إطفاء لحرائق الغابات برضو بالمية. يبقى التبريد بالميه ونخلص. التبريد بالايه؟ بالميه. جميل قوي. لا يستخدم الماء في اطفاء حرائق البترول. ده كلام جميل جدا. مستر هي الميه مش حرارتها النوعيه كبيره، طب ما تمتص الحراره بقى من البترول. اقول لك لا. ادي البترول اهو، ادي الميه اهي، ودلقت عليها بترول مثلا، يعني ادي البترول اهو لونه ازرق اهو مثلا، ماشي، دلقت البترول عليه. ايه ده يا مستر انت ليه حطيت البترول على السطح كده؟ لان البترول ده كثافته اقل والميه كثافتها اعلى. يعني ايه كثافتها اعلى؟ يعني الحاجه اللي كثافتها اعلى دي اقوى من البترول اللي كثافته قليله. يعني ايه اقوى؟ قول لي حاجه علميه. يعني الميه اقوى فهتشيل البترول، فالبترول هيبقى فوق فهيولع فوق الميه، هيبقى بيولع كده. ده هينتشر اكتر، بالعكس ده الحراره، ده الميه هتساعد في انتشاره مش هتطفيه، لان الميه نفسها سام مش هتتلامس مع البترول، ده هتبقى شايلاه بس، فهتوزع الحراره في كل حته بس مش اكتر.
ليه؟ هنقول ببساطة التفسير في الكثافة، إن كثافة الماء أعلى من كثافة البترول، فيطفو البترول فوق سطح الإيه؟ فوق سطح الماء لانخفاض كثافته، فهيعمل انتشار للحريق بدل من إطفائه. البترول هيعوم على المية بحرارته، فالحاجة الوحيدة اللي مش هينفع تطفيها بالتبريد حاجتين، آسف، مش هينفع تطفيها بالمية حاجتين، البترول وحرائق الفلزات. حلوة الصيغة دي؟ حلوة؟ ماشي. النص الجزء اللي هو الايه الاصغر من الدرس، بس محتاج تشغيل دماغ شويه، هي عمليه الاكسده والاختزال. بص كده بالسنس، شغل السنس بالله عليك يا اخي. الاكسده يعني زود اكسجين، وانا قلت لك ان الاكسده عكس الاختزال، يبقى الاختزال ايه؟ انقص اكسجين، اسحب اكسجين من الماده. الله ينور عليك. يبقى عمليه الاكسده زي اللي حصلت دي، ان انا جبت ماده عملت لها اتحاد بالاكسجين في وجود الحراره، ادتني ماده متحده بالاكسجين. النحاس بيبقى لونه بني محمر، واكسيد النحاس لونه اسود، عشان بس الالوان دي بتبقى مهمه. خلاص كده؟ طيب، والمعادله دي برضو مهمه تتحفظ. طيب، النحاس اتحد بالاكسجين فاداني ايه؟ زياده في نسبه الاكسجين. جميل. يعني ايه؟ يعني الماده دي يا مستر اكتسبت الاكسجين، يعني اتحدت بالاكسجين، يعني نسبه الاكسجين زادت في ماده النحاس. جميل الكلام ده. يبقى العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه اكسده. عمليه الاكسده هي عمليه كيميائيه فيها زياده في نسبه الاكسجين وعكسها الهيدروجين، ونقص او نقص في نسبه الهيدروجين، يا دي يا دي، يعني ما ينفعش الاثنين طبعا. يا اما يحصل زياده في الاكسجين، يا يحصل نقص في الهيدروجين. طب عارف الاختزال ايه؟ العكس، يعني نقص في الاكسجين او زياده في الهيدروجين. خلاص بس، خلاص كده، شكرا. يبقى انت كده عرفت يعني ايه اكسده، ان انا ماده اضفت ليها اكسجين فنسبه الاكسجين زادت في الماده دي. كانت ماده من غير اكسجين، بعد السهم بقت ماده باكسجين، الحمد لله. طيب، خش على اللي بعده. عمليه الاختزال، ركز بقى معايا في الحته دي علشان خاطري. CuO زائد H2 سهم فوقيه حراره هيدينا Cu زائد H2O. بيقول لي مستر العمليه دي عمليه اختزال، ليه بقى؟ ركز معايا كده. CuO طلعت بعد السهم Cu بس. ركز كده في الاثنين دول، في اللي انا سايبهم لك. CuO طلعت Cu، كده نسبه الاكسجين قلت، صح؟ هي مش كانت فينا اكسجين طلعت من غير اكسجين، يبقى دي ايه؟ الاكسجين قل. بما ان الاكسجين قل يبقى حصل اختزال. يبقى عمليه الاختزال يا مستر هي عمليه تؤدي الى نقص نسبه الاكسجين او زياده نسبه الايه؟ الهيدروجين، والملخص بتاعها اهي بكل بساطه ولذاذه. والمعادله دي برضو مهمه وتتحفظ. خلاص كده؟ دي معادله عمليه الاختزال. جاي يقول لي بقى ايه هو العامل المختزل؟ ركز معايا، هقولها لك كده بشكل لطيف، وبعد كده هخليك تحلها زي السلام عليكم. طيب، ايه هو العامل المختزل؟ هو العامل اللي بيختزل، اللي بيعمل اختزال للمادة عشان نقول ان المادة دي حصل لها اختزال. بمعنى، بالراحة بالراحة، هات كده التفاعل ده مثلا. التفاعل ده كده عامل مختزل اهو. هات كده التفاعل ده. جميل ده، صح؟ حلو قوي. ركز معايا بقى كده، عايزين نطلع مين العامل المختزل في المعادلة دي. الأول تعال نشوف العمليات الأكسدة والاختزال عشان نأكد المعلومة بتاعتنا. أنا عندي يا مستر هيدروجين H2 طلعت H2O، كده حصل إيه؟ كده حصل زيادة في نسبة الأكسجين، يبقى دي عملية أكسدة. حلو. أنا عندي سؤال، هو جاب الأكسجينة دي منين؟ لا، ده سؤال ليك أنت. هتقول له مستر جابه من المادة دي. بس المادة دي
منحت اكسجين للماده دي فاكسدتها. يبقى الماده دي عملت عمليه عمليه اكسده للماده دي. عشان كده نسمي دي الماده دي على فكره عامل مؤكسد. ليه؟ لانها ادت الاكسجين بتاعتها للهيدروجينه دي فخلتها تتاكسد. عامل مختزل ده معناها انها اختزلت الماده الثانيه. طب عامل مؤكسد معناه ايه؟ انها اكسدت الماده الثانيه. يبقى الماده دي عامل ايه؟ عامل مؤكسد طبعا. ليه؟ لانها اكسدت الماده الثانيه. لو انت مش فاهم برضه هخليك تحلها حتى لو انت مش فاهم. لو تعرف تطلع عمليه الاكسده وعمليه الاختزال اخليك تطلع العامل المختزل والعامل المؤكسد في ثانيه. بس ركز معايا. انا عايزك تبقى قاعد حد فاهم مش بصمجي. انا هعلمك البصمجه دلوقتي هخليك تحلها في ثواني. بس انا عايزك تبقى حد فاهم. السي يو او ادت الاكسجينه بتاعتها للهيدروجين فطلعت H2O. طب السي يو او دي عملت ايه دلوقتي؟ مستر السي يو او عملت اكسده للهيدروجين فهي عامل مؤكسد. طب لحظه واحده يا مستر معلش. عمال تقول لا عملت اكسده عملت اكسده. طب انا عايز اعرف بقى الاختزال معلش يعني. الاختزال ايه بقى اللي حصل بقى؟ ده عمل اختزال لده. ليه بقى؟ ده يعتبر عامل مختزل. ليه؟ لان زي ما ده ادى ده اكسجين ممكن اقولها بطريقه تانية ان الهيدروجين سرقت الاكسجين من السي او. فلما هي سرقت ناخدها بقى من دي بقى مظلومه دي اتسرق منها الاكسجين فحصل لها اختزال. فالاتش 2 او لما سرقت الاكسجين من الهيدروجين عملت اختزال للماده دي. فهمت الحدوته ماشيه ازاي؟ صدقني اخليك تحلها في ثواني. بس عايزك تبقى فاهم ان الاكسده يعني زياده اكسجين او نقص هيدروجين، وعمليه الاختزال هي زياده هيدروجين او نقص اكسجين. دي بس القصه انهم عكس بعض خلاص كده. وباينه من اسمها اكسده يعني اكتسبت اكسجين والهيدروجين عكسها. وطالما جبت الاكسده اعكس الاختزال بس. طيب ايه هو العامل المختزل؟ تاني العامل المختزل اللي هو زي مين؟ زي الهيدروجينه دي. عملت ايه؟ شدت الاكسجين، انتزعت الاكسجين، او ممكن تمنح هيدروجين. اصل دي لو ادت هيدروجين للسي او خلاص هتبقى برضو اختزلتها. فالعامل المختزل هو بيساعد على اختزال المواد الاخرى. طب يعمل ايه في الماده الاخرى؟ ركز معايا بقى. يا اما يسحب منها اكسجين عشان يختزلها، يا اما يديها هيدروجين. تاني بسرعه كده بس عشان افهمها لك. الحته دي حلوه قوي. العامل المختزل ده بيعمل ايه؟ بيختزل الماده الثانيه اللي جنبه. فيختزلها ازاي؟ يا اما يسحب منها اكسجين يا اما يمنحها هيدروجين اثناء التفاعل الكيميائي. طيب ايه هو العامل المؤكسد؟ ده بقى العكس. العامل المؤكسد هو العامل اللي على ما هو عايز يأكسد الماده اللي جنبه فيعمل ايه؟ حلو. يا اما يديها يمنحها اكسجين عشان يأكسدها، يا اما يشد منها هيدروجين. لو شد منها هيدروجين برضه هيأكسدها، هينقص الهيدروجين منها. وصلت؟ طيب ده على فكره التعريف. ماده تنتزع الاكسجين او تمنح هيدروجين. هنا ماده تنتزع هيدروجين او تمنح اكسجين. خلاص حلو قوي. طب احنا مستر عايزين نحل المسائل دي بقى من غير وجع دماغ. بالله عليك يا راجل عايزين نحل المسائل دي من غير وجع دماغ. خلاص كده حلو قوي. انت بتعرف الماده اللي حصل لها اكسده تبقى دي العامل المختزل. ايه ده تاني معلش. ايوه يعني الماده اللي حصل لها اكسده هي العامل المختزل، والماده اللي حصل لها اختزال هي العامل المؤكسد. ايوه العامل عكس العمليه زي ما الفول عكس الطعميه كده بالظبط. العامل عكس العمليه والفول عكس الطعميه. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي حصل لها اكسده، اللي حصل لها عمليه اكسده هي نفسها عامل مختزل. وهنحل دلوقتي ونشوف. والماده اللي حصل لها اختزال هي نفسها عامل مؤكسد. طب تعالى نشوف هنروح فين. يعني عايزين نحل حاجه. طيب ايه رايك نحل بايدينا بقى؟ نحل بايدينا عشان دي عايزانا نحل بايدينا. ركز معايا هنا بقى على البورد هنا. ماشي؟ مركز معايا؟ طب يلا بينا. H2 زائد CuO هيدينا H2O زائد Cu. حلو. ركز معايا كده. انت ملاحظ انا عايز دلوقتي اجيب عامل عمليه الاكسده. H2
بقت H2O. دي كده عملية أكسدة، عايز أكتبها بس H2 مستر بقت H2O. أنا لو كتبتها كده، بص أنا خدت دي ودي بس لوحدهم ورحت كاتبها كده، دي اسمها إيه؟ هنا كان كمية الأكسجين قليلة، هنا كمية الأكسجين زادت، يبقى حصل زيادة في الأكسجين، يبقى دي كده مستر عملية أكسدة. عملية أكسدة يبقى ده حصل له أكسدة صح؟ يبقى ده على طول عامل متخلف، عامل مختزل، عامل من بنها. خلاص كده جميل. طب التانية بقى اهي، السي يو او بقت سي يو. لا لحظة واحدة يا مستر، هنا كان في أكسجين، هنا الأكسجين ما بقاش موجود يعني نقص، فحصل نقص في الأكسجين، تبقى دي عملية اختزال صح ولا لا؟ طيب يبقى ده عامل ايه؟ برضو عامل من بنها، عامل مؤكسد بقى. عرفت ان العامل عكس العملية، زي ما الفول عكس الطعمية بالظبط كده. عملية الأكسدة يبقى العامل ده عامل مختزل، عملية الاختزال يبقى العامل ده عامل مؤكسد. جميل، حلوة فكرة العامل عكس العملية دي، جميل. هو ممكن يجيب لك سؤال زي ده ويقول لك مين العامل المؤكسد، مين العامل المختزل، مين عملية الأكسدة، مين عملية الاختزال، وهكذا. فأنت هات العملية أسهل ومنها تجيب العامل. خلاص هات العملية، قول دي عملية أكسدة، عملية اختزال، وبعد كده هات منها الإيه؟ العامل. ودايما العامل المؤكسد أو العامل المختزل بيبقى حاجة من المتفاعلات، مش هيبقى من بعد السهم، مستحيل يعني. خلاص كده تعالى نقول المعادلة الثانية. المعادلة الثانية عبارة عن 4NH3 زائد 3O2 هيدينا 2N2 زائد 6H2O. كلام محترم. تعال نشوف هنا بقى الحتة دي هيدروجيناية يعني ايه. بص هنا اهو اهو اهو، مش كده؟ ف4NH3 هيدينا 2N2. لحظة واحدة، هنا الهيدروجين قل الهيدروجين اهو صح كده، الهيدروجين قل اهو 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 اهو، الهيدروجين قل صح. يبقى دي عملية ايه؟ أكسدة في ثانية. يبقى ده عامل ايه؟ عامل من بنها، عامل مؤكسد، اسف عامل ايه؟ مختزل صح اهو اهو، عملية أكسدة يبقى عامل مختزل، العكس على طول. طيب هنا 3O2 بقت كام؟ بقت H2O6، مش فارقة يعني، بس هنا كان في أكسجين صح؟ هنا بقى في أكسجين وهيدروجين، الهيدروجين زاد باشا، دي عملية اختزال. يبقى ده عامل ايه؟ ده عامل مؤكسد على طول، عامل مؤكسد على طول. بس على فكرة لو هو طلب العامل المؤكسد ما بنكتبش 3O2، بنكتب O2. هنا لو طلب العامل المختزل بنكتب NH3، ما بنكتبش 4NH3. خلاص كده بس، فيعني عشان تبقى انت فاهم الدنيا ماشية ازاي معانا. على فكرة انا مش سايبها لك كده، مش سايبها لك كده خالص 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 حقيقة يعني. خلاص كده، لا انت ليك دور يا حبيبي. انا عايزك تحل لي المسألة اللي جاية دي، واجب تقول لي مين عملية الأكسدة ومين عملية الاختزال ومين العامل المؤكسد ومين العامل المختزل. طيب معلش، عملية الأكسدة وعملية الاختزال عمليتان متلازمتان. آخر سؤالين بقى علل بقى وإيه وخلاص، بص مفيش حاجة. طيب ليه بقى؟ لأن علشان يحصل أكسدة لازم يحصل اختزال. أنت بتهزر بقى، أنت جاي تهزر معايا يعني. طب تعالى نجيب مسألة أو سؤال كده لطيف. تعال نشوف هنا دي تمشي ازاي. ركز معايا كده. شايف الهيدروجين ده؟ هو بمجرد ان هو سحب الاكسجين ده ناحيته فبقى H2O، هو انتزع الاكسجينه دي، هو عمل حاجتين. هو نفسه اخد اكسجين فاتأكسد، وشال اكسجين من هنا فحصل اختزال.
في لحظه واحده، هم مش متلازمتين بس، لا ده هم في نفس اللحظه. بمجرد ما الاكسجين دي راحت هنا فهي اكسدت الهيدروجين، ونقصها هنا اختزل اكسيد النحاس، او بقى اللي كان اكسيد نحاس كان، لان هو نقص الاكسجين هنا، نقص فراحت هنا وسابت النحاس لوحدها. يعني الاكسجين هنا قل، في نفس الوقت الاكسجين هنا زاد، فهم عمليتان متلازمتان. ليه؟ معلش يعني، هو هنا H2O، فاكر السؤال اللي انا قلته لك؟ هو الاكسجين دي جت منين؟ جت من الCO، فحصل نقص في الاكسجين وفي نفس الوقت زياده في الاكسجين في حته تانية. وقت ما حصل اكسده هو حصل اختزال. ليه؟ هي الاكسجينه دي جت منين؟ جت من الCO. فهو ده اللي انا عايز اقوله، ان لما بتكتسب ماده اكسجين هي لازم ماده تانية تمنحها الاكسجين ده، صح ولا لا؟ فلازم عشان ماده تتاكسد يعني تكسب اكسجين، لازم ماده تانية تفقد هذا الاكسجين. ونفس الكلام لما ماده تفقد اكسجين برضو تتاكسد، ما الماده لما تفقد اكسجين تتاكسد، ما هو لازم تمنحها او ماده تانية تكتسب الاكسجين ده. واخد لي بالك؟ يبقى سواء في اكسجين انا اخدته، اكيد اخدته من حاجه تانية، وسواء اكسجين سواء هيدروجين انا فقدته، فاكيد فقدته لحد تاني. فانا فقدت اكسجين، انا حصل لي اختزال، بس في ماده تانية حصل لها اكسده. ولو انا فقدت هيدروجين انا حصل لي اكسده، بس في ماده تانية اكتسبت الهيدروجين فحصل لها اختزال. هو ده الكلام. فلو في ماده اكتسبت اكسجين، ماشي كده، اكتسبت اكسجين، اكيد هي اكتسبته من ماده تانية، ففي ماده تانية فقدت الاكسجين اللي حصل له اكتساب هنا. ونفس الكلام على الهيدروجين، لو انا فقدت هيدروجين عشان اتاكسد، في ماده تانية اكتسبت الهيدروجين اللي انا فقدته. اخر سؤال، يتم حفظ الطعام بتفريغ الهواء. ليه لازم افرغ هواء؟ علشان تفاعلات الاكسده والاختزال كلها بتعتمد على وجود الاكسجين. فببساطه كده انا عايز اقلل احتمالات تفاعلات الاكسجين اللي هي تفاعلات الاكسده والاختزال اللي ممكن تؤدي الى فساد الطعام. تاني، تفاعلات الاكسده والاختزال دي يا مستر كتير بتؤدي الى فساد الطعام. فانا عايز اعمل ايه يعني؟ انا عايز اقلل الاكسجين عشان اقلل تفاعلات الاكسده والاختزال، عشان اقلل من احتماليه فساد الطعام، بس كده. لان تفاعلات الاكسده والاختزال بتفسد الطعام، فانا هقلل وجود الاكسجين عشان اقلل الاكسده والاختزال. الاكسجينات اللي عماله تتنطط دي، اللي عماله اكتسبها فتاكسد وافقدها فيحصل لي اختزال، فلا يا عم الله الغني، عشان ما يحصليش فساد للطعام. بس كده يا شبابنا، وشكرا لكم جدا يا شباب على حسن التفاعل. اتمنى تدعمونا باللايك المتين. ايوه يا سيدي، ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وسي يو ليتر يا شبابنا، اند حلو قوي، جود باي.